بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنعمل السمك المقلي المقرمش. انتوا كنتوا طلبتوا مني ان اعمله من البداية. انا كنت عملته قبل كده بس من غير ما كان متنضف جاهز. اما بقى في ناس قالت لي احنا عايزين نشوفه من البداية، يعني انضفه واظبطه وانقعه واعمل التتبيله بتاعته وكل حاجه، يعني كل اسراره. فعملته النهارده. هقول لكم على كل حاجه بالظبط عشان الناس طبعا المبتدئه، اللي لسه يعني اول مره تطبخ للمطبخ. هقول لكم على كل حاجه، على كل الاسرار وعلى كل حاجه، وازاي يطلع معاكي سمك جميل ومقرمش وطعمه جميل ومستوي ومتحمر، وازاي تعملي التتبيلة وتنقعيه في مية وملح وليمون وكمون. وتتبيلة دي طبعا دي التتبيلة اللي بنتبله فيها، بنحطه في بطنه. ودي الطحينة، وعملين البصل ومقطعينه وحاطين عليه خل، وحاطين طبعا كمون عشان اللي عايز ايه، يعني لو هو مايع او حاجة وعايزة مثلا حادق شوية او حاجة. ودي السمك بقى، وهقول لكم بقى على كل حاجة بإذن الله في الفيديو. إن شاء الله. وهو هنبدأ الأول وهننضفه الأول قدامكم وكل حاجة. تعالوا بقى إن شاء الله نشوف هنعمله إزاي. الأول إحنا يعني جايبة 2 كيلو سمك. الاتنين كيلو سمك هما جم 9 سمكات. جبتهم دلوقتي، جبت البلاستيكاية وحطيتهم في قلب الحوض، على أساس إن إيه على طول أنضفهم. وابدأ أفتحه واغسله وأظبطه كده على طول الأول، وأرمي إيه الحاجة وأظبط أنضف الحاجة يعني. فجبت السمك زي ما انتوا شايفين كده بنضفه. بحوش الحاجات اللي انتوا شايفينها دي بالمقص. وبنبدأ بقى نحوش الخيشوم بتاع السمكة اللي هي الراس. ال- الخيشوم اللي جوه ده اللي بيبقى فيه السموم يعني. فلازم بقى طبعا ده كله يتحاش، يعني الراس بس الهيكل ده اللي بيفضل. واللي بنحوشه ده هو دوت الايه اخطر حاجة في السمكة يعني. هنبدأ بقى نحوشه. وطبعا بنجيب السكينة وبنبدأ طبعا نحوش بقى ايه القشور اللي عليها، ننضفها. ما نخليش عليها اي قشور خالص. يعني زي ما انتم شايفين السمكة بسم الله ما شاء الله، هو كل الموضوع اتنضف ما يجيش في ربع ساعة. يعني 2 كيلو نضفتهم في ربع ساعة، ما خدوش حاجة خالص. وتنظيف جميل وغسيل وغسلة بطن يعني ومخليه زي الفل زي الشفاف. دلوقتي بقى هنبدأ كمان ايه في التانيين، مانيش راضية يعني دلوقتي افتح البطن الا لما اخلص الاول، على اساس بعد كده تفتحي البطن وتبدأي تغسليه بقى وتنضفيه، على اساس ان انت تتبليه بقى على طول في المية وملح وكمون وليمون، ليمون كتير بقى. فدلوقتي بس بوريكم احنا بنعمله ازاي. يعني لو المقص معاكي حامي شوية مش هياخد منك وقت خالص. والسكينة طبعا برضو تكون ايه حامية. دلوقتي بقى طبعا زي ما انتم شايفين ما خدش وقت خالص، يعني عملناه على طول. بس انا هعمل معاكم، مش هعمل معاكم كل الكمية عشان ما اطولش في الفيديو. هعمل بس سمكتين 3 كده اوريكم بس بيتعملوا ازاي. وبعدين اكمل الباقي وابدا نشوف هنعمل ايه تاني. زي ما انتم شايفين كده بننضفه اهو. وبنبدا طبعا نحش القشور ونظبطه ونشوف بقى هنعمل ايه تاني باذن الله. طبعا السمك المقلي من الأكلات الجميلة والمحببة أوي 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 لقلب الأطفال والكبار، يعني هو أكلة جميلة وبجد ولذيذة. والسمك طبعا يا جماعة لما تحبوا تجيبوه تلاقوه كده يعني محمر كده وبرصف، تعرفوا ان السمك ده ايه طازة. وتفتحوا الخيشوم بتاعته في الراس، تلاقوها كده حمرة وحلوة. تعرفوا ان هو طازة مش بايت. ما تبقاش لونها كده غامق ولا حاجة. وتبقى تشوفوا الظهر كده، تشوفوا الظهر تلاقوا الظهر بسم الله ما شاء الله تخين. بيبقى السمك ده حلو. اما اللي ظهره بيبقى رقيق ده اعرف ان مش هيبقى طعمه حلو ومش هيبقى لحم ابيض. وتجيبيه اللي هو بقى فيه حمار كده ولونه ايه برصف وجميل على رصاصي كده. هو ده بسم الله ما شاء الله، يعني كان السمك جميل قوي واللحم بتاعه ابيض وحلو جدا. وطبعا احنا بنبقى بغيبه قوي في التحمير، ما بنحبهوش يكون مستري كده، لازم يكون ناشف. هتشوفوا كل حاجة دلوقتي ان شاء الله لما نيجي ايه نحمره. دلوقتي بننضف دي تالت سمكة اهي.
هنضفها وبعد كده بقى هبقى اقفل الكاميرا واكمل انا الباقي وارجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم. بس مبدئيا دي البداية بتاعت السمك، ما خدش حاجة اهو. التلاتة بسم الله ما شاء الله اتنضفوا على طول. هنشوف بقى دلوقتي. يعني احنا عملنا دلوقتي 3 سمكات زي ما قلت لكم، هما ال2 كيلو جم 9 سمكات. يعني كل الموضوع هياخد منك ربع ساعة تنظيف، مش هياخد اكتر من كده. وهتنضفيه طبعا انت ايه على مزاجك بقى وبطريقتك طبعا. ودلوقتي ايه قفلت الكاميرا عما خلصت الباقي، ولميت بقى طبعا اللي طلع منه، على اساس ان احنا ننضف الحته حوالينا كده اول باول عشان يبقى المكان نضيف وناخد راحتنا بقى، ما تبقاش الدنيا ايه يعني جنبنا مش كويس. دلوقتي بقى نبدأ ايه نفتح نشغل الحنفية، ونبدأ ان احنا نفتح بطنه ونغسله بقى، لان هو بياخد غسيل كتير قوي في بطنه، لانه بيبقى فيه حاجات كده سمرة. وفي طبعا على السلسلة بيبقى فيه دم. لازم ده كله يتنضف، تخليه من جوه البطن بتاعته بيضة زي الشمع. من السلسلة ومن اللي هي على البطن الحاجات السوداء دي تنضفيه. هو دي بس دي أصعب يعني حاجة أو أكتر حاجة بتاخد وقت يعني. طبعا الأول هنغسله من القشور ومن الحاجات دي، ونبدأ بقى إيه نفتح بطنه ونبدأ بقى إيه ننضف فيه بإذن الله يعني. احنا كده ما عدناش محتاجين السكينة، كل اللي لسه محتاجينه بس اللي هو المقص عشان نفتح البطن. والبطن طبعا هنغسلها بقى وننضفها ونحوش اللي فيها، ونبدأ ايه نشغل الحنفية كده على الهادي، على أساس إن احنا نغسله ونخليه نضيف، وننضف السلسلة وننضف البطن، ما نخليش فيه أي حاجة خالص. ودي كله ما بياخدش وقت يعني، هو والله كل الموضوع ما خدش وقت خالص. بس طبعا بتبقى حاجة جميلة أحسن ما بتعمليه بتنضفيه بره، وطبعا بتبقى حاجة مضمونة. وطبعا بقى بتبقى عصر عليه ليمون كتير ومظبطاه، فبيبقى وانت بتقليه كده بتبقى ريحته حاجة تانية خالص يعني، غير اللي بتعمل بره طبعا. اهي دي اول سمكية اهي، شوفوا البطن عدد بيضة وجميلة، ونضفت السلسلة من الدم. ولما بتيجي كمان تفتحيه ما تفتحوش للآخر، يعني انت لما تيجي تفتحي البطن الحتة ديت اهي نسيت اقولها لكم، انت بتفتحي البطن اهي ما تفتحهاش للآخر. هاقول لِك ليه دلوقتي، أيوه لحد كده وبتقفي، ليه؟ عشان أمّا بتيجي تحطّي فيها الخلطة أو التتبيلة اللي بتحشي بيها البطن، بيتفتح منِّك في قلب الزيت، فبيملأ الزيت بالتتبيلة، فبالتالي التتبيلة بتتحرق وبتبقى شكلها مش ظريف. فأنتِ دايمًا تخلّي البطن للآخر كده مش مقفولة. عشان بقى أمّا تيجي تحشيه بالحشوة أو بالخلطة، بتقومي بقى جايبة الدقيق وقافلاها بالدقيق كده، ما بيطلعش منها أي حشو خالص، دلوقتي هتشوفيها وإحنا بنعمله بالدقيق. فلازم البطن ما تفتحيهاش للآخر، لو فتحتيها الخلطة كلها هتطلع منِّك في قلب الزيت، ويبقى شكله مش ظريف، كده بيبقى كويس وملموم، وبيبقى زي الفل، وهتشوفيه دلوقتي معايا بإذن الله. كده خلاص اهو، شوفوا قلبه نضيف ازاي، شوفوا السلسلة نضيفة، وشوفوا يعني الجدران بتاع البطن بيضة وحلوة، كلها حاجة تبقى نضيفة وبيضة زي الشمع. بس كده هو ما بياخدش وقت بقى يعني، بسم الله ما شاء الله. على طول في ثواني بيتنضف على طول، ما بياخدش وقت، وتفضل الحنفية شغالة معاكي كده على الهادي بينضف لك بقى كل حاجة وبظبط. دلوقتي بقى هقفل واكمل وارجع لكم تاني. دلوقتي بقى بعد ما غسلته كله، جبت الليمون زي ما انتم شايفين كده. بتجيبي ليمون كتير يعني على قد ما تقدري. الليمون طبعا السمك ما هو إلا ليمون وكمون وتوم، يعني هو دي الخلاصة. طبعا المية جبناها اهي، هنحط بقى فيها ملح. طبعا هو السمك كبير، فتبقي تكتري ملح عشان ايه ما يبقاش ميع قوي منك يعني. ودي الليمون في حدود 6 ليمونات، هنعصرهم كلهم في المية، وتعصري وتحطي القشر، والليمون تكوني غسلاه عشان يبقى نضيف ايه، ويخلي طبعا المية ما لان المية السمك هيشرب منها، تطلعي بقى منها تحشيه على طول، ما عدتش هتغسليه تاني، فتبقى كل حاجة مغسولة بقى ومتنضفة. عصرنا دلوقتي كل ليمون، هنبدأ بقى نحط الكمون. الكمون بقى يعني بيدّي ريحة المَيّة كده تبقى يعني جميلة، ما تحطّيش خَل خالص ولا أي حاجة في المَيّة، الخَل بيغيّر طعم السمك تمامًا، ما تحطّيش خَل في المَيّة خالص، كل ما في الموضوع الكمون والليمون والملح، ما فيش أكتر من كده. دلوقتي بقى هنحط السمك في المَيّة، هنسيبه مثلًا في حدود نُص ساعة، ساعة، عما تعملي التتبيلة.
عمّا تنقّي الرز، يعني مش هياخد أكتر من كده. دلوقتي بقى هنعمل إيه، التتبيلة بتاعته. بنجيب في حدود نُص كيلو فلفل أحمر على أخضر. التتبيلة باعملها فلفل أحمر على أخضر، هو طبعًا لو عملتيه أخضر لوحده، أحمر عادي يعني، بس هو بيبقى إيه، شكله جميل وبيبقى ظريف لمّا بتعملي الأحمر على الأخضر. الفلفل الأحمر بيبقى مسكّر كده وبيدّي له شكل جميل. وطبعًا مقشّرين راس توم كده كبيرة حلوة. زي ما قُلت لكم إن السمك سواء مقلي أو مشوي بيحب التوم. دلوقتي حطيناهم أهو، ضربناهم بقى في الكبة. هنعملهم على مرتين على أساس ما يبقوش كتير على الكبة. الكبة تعرف تفرمهم كويس عشان ما يبقوش خشنين، يبقوا ناعمين كده يعني مع بعض. دلوقتي بقى إحنا عملنا أول كمية، هنعمل الكمية التانية. وبعد ما نخلص ضربهم في الكبة، انت في الكبة ما بتحطيش عليهم حاجة، بمجرد تضربيهم بس في الكبة، لا بتحطي لا كمون ولا ملح ولا أي حاجة. دلوقتي بعد ما اتضرب هتحطي بقى إيه، ملح وكمون. ملح وكمون، أنا حاطة الملح والكمون مع بعض على أساس الملح يحافظ على الكمون. حطينا ملح وكمون، وبعدين هننزل بعصير 3 ليمونات. عصير 3 ليمونات. طبعا هو متبل في مية وليمون، وبتحشى كمان بالخلطة دي وبليمون. يعني الخلطة دي بتحط عليها ملح وكمون وليمون، والثوم والفلفل. طبعا ايه، احنا بقى بنحشيه بنملي بطنه. وبوريكم بقى دلوقتي لما بنيجي نعمله في الدقيق، هوريكم ايه بعمله ازاي على اساس ما الحشو ما تطلعش في الزيت. بعد ما عصرت الليمون ده كله بقى، عصرت 3 ليمونات. هقلب التتبيلة مع بعضها كويس، وهوريكم ازاي هنحشيه. احنا كده عصرت ال3 ليمونات، هنقلبهم بقى مع بعض ايه، واوريكم بقى ايه هنعمل ايه. هنشوف هنعمل ايه بقى بعد كده. خلاص التتبيلة هنقلبها على اساس ما يبقاش فيه مكان فيه ليمون ومكان لا، كله يشرب مع بعض. طبعا بقى يعني دلوقتي احنا جبنا السمك اهو، هنبدأ نحشيه بقى. شوفوا القفلة اللي فوق دي بتخليه محكوم شوية، مبقاش مفتوح قوي، فبيبقى بقى مظبوط، والتتبيلة بتبقى جواه ما بتخرجش منه خالص. اما لو هي مفتوحة للآخر، التتبيلة هتخرج في الزيت وهتبهدل الدنيا. انا بحب املاه، يعني في ناس بتحط يعني حاجة بسيطة كده، لكن انا بحب املاه. حتى لما بيتقلى بتيجي تطلعي التتبيلة ديّة بتحبي تاكليها، بيبقى جميل، بيبقى حلو أوي، طعمه جميل يعني. دلوقتي بقى حطيتهم. هنكمّل بقى بقية الكمية وهنشوف، وبعدين أرجع لكم. دلوقتي بعد ما كمّلت الكمية بقى، جبت الدقيق، جبت كوباية دقيق، حطيت عليها ملح وكمون، ما حطيتش نشا ولا حاجة. مش هنحط نشا ليه؟ لإن أنتِ لمّا بتحطي نشا وتيجي تعمليه، النشا بتغيب أوي عمّا بيحمَر، فبينشف. ما باحطش نشا بقى، هو بيبقى مقرمش وجميل زي الفل. والأول أول ما بتنزلي ببطنه، بتقفلي بطنه الأول بالدقيق. طبعًا أنتم عارفين الدقيق عبارة عن عجين، يعني لمّا بينزل عليه مَيّة بيبقى عجين، وهو طبعًا التتبيلة برضه بتنزّل منه مَيّة وهو لسه مبلول، فبتقومي نازلة ببطنه على الدقيق. تقفلي البطن الأول، تقفليها بالدقيق. أمّا بيتقفل بقى وينزل في الزيت، بتقوم بطنه لحمة على بعضها، بيقوم التتبيلة ما تطلعش. ومن فوق برضه من عند الراس كده بتحطي دقيق على أساس إن إيه، التتبيلة ما تطلعش لا من فوق لا من برّه ولا من جوّه، يعني تفضل محتفظة بالتتبيلة جواها، وفي نفس الوقت الزيت ما يتحرقش والتتبيلة تطلع في قلب زيت وتبهدل الدنيا. دلوقتي زي ما أنتم شايفين أهو، وأنا عاملة الدقيق بس دقيق وملح وكمون، ما فيش أكتر من كده. يبقى دقيق وملح وكمون زي ما أنتم شايفين أهو، وبنعمله في الدقيق. ودلوقتي هخلص الكمية وارجع لكم. دلوقتي بقى ايه، اهو عملته، تبلته كله في الدقيق. ودلوقتي بقى هنحط الطاسة على النار وننزل بالزيت. النار تكون متوسطة، ما تكونش لا عالية ولا هادية، لأن لو هادية هيشرب زيت كتير ويطلع طري. لو عالية هيتحرق بسرعة ويطلع ما يكونش مستوي. يبقى النار متوسطة، وساعة ما الزيت يتقدح تماما تنزلي بيه على أساس ما يشربش زيت. لازم يكون الزيت مقدوح تماما على أساس إن هو ما يشربش زيت. دلوقتي هنا أهو، والنار هادية، وتسيبيه بقى يستوي ايه على مهله خالص، ما تستعجليش عليه. لأنه بقى ما بيستوي طبعا بيبقى طعمه تحفة.
أما لو استعجلت عليه وطلعتيه بيبقى مش ظريف يعني. هو عامة كده كده متبل وزي الفل وهيبقى حلو يعني بيبقى كويس. دلوقتي بقى نبدأ نقلبه على اليمة التانية. قلبناها اهو، وايه اليمة دي نسيبه بقى على اليمة التانية ياخد برضو راحته خالص لما يستوي تماما. شوفي عشان البطن عاملاها بالدقيق كويس من عند الراس ومن اليمة التانية. التتبيلة ما خرجتش، لو حاجة خرجت بتخرج حاجة بسيطة خالص. اما هي كده ما خرجتش. اما لو سبتيها بقى او البطن تتفتح للاخر بيخرج في قلب الزيت وبيبهدل الدنيا. ودلوقتي احنا حمرنا او قلينا اول دور ونبدأ بقى بنجيب مصفى وبنحوش الحاجات اللي نزلت الرواسب دي على أساس ما تبوظش الدور اللي هنحطه بعد كده. نبدأ ننضف الزيت كويس تماما ونلم كل الرواسب والحاجات اللي نزلت ونبدأ نحط الدور التاني. أنا عملتها. أما اللي تحت ده دقيق محروق بسيط فما بيطلعش في المصفى يعني. أما الشوائب والحاجات اللي كده طلعت طلعتها يعني عشان ما تلزقش في السمك في الدور اللي هتنزلي بيه تاني. وبرضه هنفضل بقى معاه لحد لما الدور التاني اهو اتحمر. نبدأ نحوشه ونصفيه من الزيت كويس. وهو الحمد لله يعني ما شربش زيت ولا اي حاجة خالص، ومستوي وجميل ومقرمش خالص. والتتبيلة جوه فيه جميلة. شوفوا زي ما انتم شايفين الزيت ما طلعش منه اي حاجة خالص. ويعني ان شاء الله وطعمه بقى تحفة خالص هيعجبكم والله طعمه جميل جدا. وطبعا بقى ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وتكتبوا لي رأيكم في الوصفات اللي بعملها. ودي السمك اهو بعد ما خلصت زي ما انتم شايفين جميل ومستوي ومحمر ومقرمش. انا بس قافله. شوفي البطن بتاعته مقفوله ازاي زي ما قلت لكم اهي ما خرجتش حاجه خالص لان انا ببلها في الدقيق كويس قبل ما بحطه في الزيت. وهو جميل ومستوي ومقرمش وطعمه حلو خالص. وشارب طبعا من التتبيله وشارب من الميه والكمون والليمون. يعني بجد والله تحفه. طعمه حلو قوي بألف هنا وشفا يعني يا رب. بإذن الله لما تعملوه هتدعوا لي. انا قايله لكم على كل حاجه بالظبط مش ما سبتش حاجه الا لما قلتها والله. يعني طبعا لازم الواحد بيراعي ضميره يعني. والتتبيله بقى اللي اتبقى من التتبيله اللي في البوله اللي هناك دي حطيته في البوله وحطيت عليه معلقتين 3 خل اللي بيتبقى في التتبيله. دي بنحب بقى تحبي تاكلي بيها مع جنب الرز كده. ودي الطحينه طبعا زي ما انتم عارفين احنا بنعمل الطحينه. ودي البصل قطعته حلقات وحطيت عليه خل. الخل بيخلي ما يخليش بقى ريحه البصل ريحه بقك مش كويسه. ودي طبعا ملح وكمون على اساس ان اللي عايز يعني يزود شويه. ويعني السمك اهو وبألف هنا وشفا يعني يا رب. وديت كانت وصفتنا النهارده وغدانا النهارده. وبألف هنا وشفا ومع ألف 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 سلام.